ايه رأيك في شكل المباني والبلكونات والسقف العالي؟ النهاردة في تاني قصة من حكايات الأنتيكات وسط البلد. هقول لك الحكاية من الأول. ورشة ضخمة من البؤس والأمراض بشكل متناغم، الهواء والشمس بيخترقوها بصعوبة. ده كان تعليق عالم الاجتماع الشهير فيكتور هوجو سنة 1845 عن باريس بلد الحب في وقتنا الحالي. وفي سنة 1853 كل ده يتغير على ايد صاحبنا حزمان مساعد الامبراطور نابليون الثالث. ومش هقول هو بقى امبراطور ازاي عشان ده مش موضوعنا. كان في واحد من أسرة محمد علي كان بيدرس في باريس، وكان معجب جدا بفكرة التحول العمراني في التجربة الفرنسية. وبدأ إسماعيل يكون معارف وعلاقات مع صفوة المجتمع، من ضمنهم حزمان، عشان إسماعيل يرجع مصر ويبقى الخديوي إسماعيل بعد موت عمه سعيد باشا. بدأ الخديوي إسماعيل يطلب من نابليون الثالث الاستعانة بخبرات حزمان عشان يشوف تجربة التحول العمراني في القاهرة. وفعلا الامبراطور نابليون الثالث يوافق، ويبدأ حزمان بالتخطيط عشان يسلم الشغل للخديوي إسماعيل بعد 5 سنوات. بس الموضوع ما انتهاش لغاية هنا، لأن وسط البلد مش كلها اللي عملها حزمان. في بلدياته اليوم فاليان اللي صمم مبنى بهلر اللي معمول على الطراز الارت ديكو. وبالمناسبة الطراز الارت ديكو ده عبارة عن استخدام الزخارف في واجهات المباني. نرجع لموضوعنا. كمان المعماري الإيطالي جوزبي ماتسا اللي صمم مبنى صدناوي. وكمان المعماري الإيطالي ماريو روسي اللي كان كبير المهندسين في وزارة الأوقاف وصمم مسجد عمر مكرم. وكمان معماريين من سويسرا والنمسا ومن بلدان تانية كتير. في النهاية، هل تعتقد إن وسط البلد هويتها مصرية؟ لو أنت شايف كده اكتب لنا في الكومنتس وسط البلد مصرية.